ايدك يا سولي، الاكل جميل. رايحه فين؟ فين ايه؟ مش هتقعدي تاكلي؟ قاعدين بتهزري يا ماما، مش هقعد اكل ازاي يعني؟ اه ما تقعديش تاكلي ازاي؟ بصي كده ليه؟ هو في ايه يا ماما؟ في ايه؟ مفيش حاجه، بس مش هتقعد تاكل معانا. ازاي يا امي؟ انا مش تاكل وهي اللي عامله الاكل. وانت مالك؟ انت بتتكلم ليه؟ انا مش عايزاها تقعد معانا. انا مالي؟ يعني هي تعبت وشقت وبقى 5 ساعات في المطبخ في عز الحر عشان تعمل الاكل ده، في الاخر تقول لها قومي ما تاكليش معانا؟ حرام عليكي، فيها ايه يعني لما تقعد تاكل؟ ما هي تعبت في الاكل ده. يا جماعه ماما بتهزر معانا، اكيد ما تقصدش. انا بقول لك مفيش طفح، مش هتقعدي تاكلي معانا يا سالي. هو في ايه يا طنط؟ سالي ما عملتش حاجه يعني. لا انا بصراحه مش فاهماك يا طنط، لو في حاجه ما تقولي. وبعدين انا عامله الاكل واقفه يجي 3 4 ساعات بعمل الاكل، في الاخر تقولي ما تاكليش. مش هتاكلي، وبعدين انت اسكتي، انت مين اللي اصلا عزمك على الاكل؟ بتتكلمي ليه وبتتدخلي ليه؟ يا طنط هو انت بتكلمي اختي ليه كده؟ ايوه انا اللي قلت لها تيجي تتغدى معايا. وانت يا ماما بتكلميها كده ليه؟ وبعدين بتكلمي اختها بالطريقه دي ليه؟ وبعدين ليه ما تقعدش تاكل يعني؟ ما انا عايز افهم. اقول لك في ايه؟ ما انا لو اتكلمت انت هتزعل يا وسام. ازعل اكتر من كده؟ ده انت مش عايزه تقعديها على الاكل معانا. ما انا عايز افهم في ايه بالظبط. ما انت ما تعرفش في ايه، راحت ادت الغوشه الذهب بتاعتها لاختها. بس يا حبيبتي الاسوره دي لو قلت لك في التليفون هقدر اديها لك، عشان انا مش معايا فلوس والله، انا لو معايا مش هتاخر عليكي. انا عارفه وبجد يا سالي انا اسفه، بس انت عارفه يعني انه ابني تعبان ازاي والعمليه دي لازم يعملها. انا عارفه بس انا خايفه، بس اسامه يعرف، انا ممكن اقول له بس مش دلوقتي. طيب خلاص لو هيحصل مشكله لا هو بلاش. لا مش هيحصل مشكله، هو كده كده ما بيسالش على الحاجه دي، بس انا خايفه بس ان هو يعرف ان شاء الله، بس لو في حاجه انا هعرف اتكلم معاه. ماشي بجد شكرا يا سالي، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. حبيبتي ويخليك، ربنا يطمنك عليه يا رب. ينفع يا اسامه؟ هو ايه ده يا سالم؟ ايه اللي ماما بتقوله ده؟ ما فيش حاجه يا اسامه، عادي يعني، ما فيش حاجه، انت فاهم غلط. فاهم غلط ازاي طيب؟ ما تفهميني الصح ايه؟ خلاص يا اسامه، دي حاجه وحاجه ما ينفعش اتكلم فيها، حاجه تخص اختي وما ينفعش اتكلم فيها. اسامه انا هفهمك يعني، هي هدير بس عندها مشكله وابنها هيعمل عمليه وقالت لي انا محتاجه فلوس، فقلت لها مش معايا غير الغوشه الذهب، لو كده اقدر اتصرف لك فيها وخديها، وبعدين تبقي تديني فلوسها لما ربنا يفرجها عليكي. بس انا قلت لها اوعي تقولي حاجه، عشان لو اسامه لو عرف هيبهدلني. هو مش المفروض ان في راجل في البيت تستأذنيه الاول قبل ما تعملي اي حاجه زي كده؟ وبعدين انت لو كنت جيتي قلت لي على حاجه زي كده كنا ممكن نتصرف ونجيب لها اللي هي عايزاه. وبعدين اختك يعني انت عارفه انا بعزها قد ايه، وعمري ما اتاخر عنها يعني. بص يا اسامه، هو انت عندك حق، المفروض ما كنتش اخد اي خطوه او اي تصرف غير لما ارجع لك، بس هي جت معايا كده لما شفتها في زنقه ومحتاجه فلوس وعايزه تعمل عمليه لابنها. بس بصي يا سالي انا اسفه ان انا عملت لك مشكله، وانا بعتذر يا اسامه على الموقف ده، بس دي الاسوه اللي انت اديتها لي. بس استني بس يا هدير، خدي يا هدير. بصي يا هدير، خدي انت الغوشه دي خليها معاكي، وان شاء الله لما ربنا يفرجها يبقى عوضيها لاختك. بس هي المفروض ان هي كانت قالت لي بس، لكن طالما ليكي وعشان حاجه انت محتاجاها فمفيش مشكله. هي بس ما حبيتش تحرجني قدامك يا اسامه مش اكتر. بس والله يعني، وبعدين يا طنط لو كنت انت قلتي لي يعني وجيتي كلمتيني بيني وبينك، والله انا كنت هقول لك، وانا واثقه ان انت كنت هتقدري يعني، انا مش بعمل حاجه غلط من ورا جوزي، انا كنت بفك زنقه اختي بس. طب خدي يا هدير، انا اخوك الكبير وانا اللي بقول لك خدي دي. خلاص بقى يا هدير اقعدي يلا، اقعدي يا سولي. لا ما هي ماما قلبه وشها وتقول لك سالي ما تقعدش تاكل. لا اقعدي. خلاص يا ماما بقى حقك عليا، وبعدين هي ما تقصدش يعني.